السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي. تحفة، أكلة جميلة جميلة. وعلى فكرة تشرفك في أي سفرة في رمضان. تعالي بصي، أنا جبت هنا البطاطس طبعا كتيرة ومتوفرة اليومين دول وكمان رخيصة. البطاطس غسلتها كويس والبتنجان غسلته كويس وما قشرتهوش. بصي أنا يا دوب بحدد البتنجان كده بس يعني حتة تخينة كده من الجناب، وبعدين بقطع اللي تحت ده مكعبات، وابتدي اطلعها بالمقوره بتاعه الكوسه والبتنجان اللي احنا بنقور بيها، عشان بتبقى حاده ومفتوحه بالشكل ده، فبتبقى سهل قوي قوي ان انت تطلعي بيها القلب بالشكل ده. بس هبتدي اعمل كله كده. انا حطيت هنا يا دوب مسحه زيت في الطاسه، وحطيت البتنجان بتاعي كله كده على الوش لحد ما اخد لون كده، وبعدين ابتديت اقلبه على كل جنب شويه، علشان انا محتاجاه ان هو يعني يستوي 3 ارباع سوا. البتنجان ما بياخدش سوا، انتوا عارفين، هي البطاطس اللي بتاخد سوا اكتر. بس هفضل حاطاه كده في الطاسه لحد بصي لحد ما يدوب اتشوح من كل جنب كده، لكن هو لسه بهيئته لسه متماسك يعني، ما استواش 100%. لسه هيخش الفرن بعد ما نحشيه. احنا النهارده عاملين البتنجان والبطاطس بتاعتنا، وحاطين فيها البسطرمه اللي احنا عاملينها مع بعضينا اهي. بجيب البسطرمه وبقطعها مكعبات كده، لو في حته تخينه شويه قصري او رفعي فيها شويه. وبعدين هنبتدي نشوحها بشويه توم وشويه زبده كده. هو يعتبر هو ده الإدام اللي موجود في الأكلة بتاعتنا كلها النهاردة. احنا عاملينها أكلة خفيفة والله وبسيطة. وبرجع تاني أشيل قطعة البسطرمة بتاعتي. آه، أكلة خفيفة على فكرة وجميلة، واحنا النهاردة كان فطارنا النهاردة بصراحة تحفة. انا قطعت البتنجان المكعبات اللي انا مطلعاها من قلب البتنجان بتاعي، قطعت لو في حته كبيره ولا حاجه قطعتها صغرتها كمان. وادي نفس القصه في البطاطس، انا برضو بقورها بنفس الطريقه وبطلع كده. وهبتدي اسلق البطاطس لوحدها، لان البطاطس مش هينفع تاخد تحميره كتيره كده لوحدها مع البتنجان، مش هتستوي يعني بسوى البتنجان. فاحسن حاجه ان احنا نسلقها. طبعا احنا هنا مش مملحين الخضار بتاعنا خالص، فانا رشيت في القوالب كده بعد ما رصيتها ملح وفلفل اسمر بس. معايا الصوص اللي كنت عاملاه من كام يوم، ارجعي له برضو، اللي هو قلنا عليه لا هو مايونيز ولا هو تومية. تحفة بصراحة، أنا بعمله وبحطه عندي في التلاجة وبعمل منه وصفات كتير. وابتديت أحشي كل الحشوة اللي عندي في البتنجان والبطاطس وحطيتهم في الفرن في الرف الأوسط، وحطيت عليهم الوش المايونيز على الوش كده. وطلعت أكلة تحفة وجميلة، وربنا يحسن ما بين إيديكم جميعا. حطيت كوباية مية بس البطاطس عشان تكمل سواها. أشوفكم على خير، باي باي.